لو انت غاوي وبتحب تسمع الحكاوي وناوي تكرس من وقتك شوية وقت، النهاردة هنحكي لكم حكاية بس مليانة جواها حكاوي كتير. حكايتنا النهاردة عن دنشواي. لما نسمع أغاني عبد الحليم وهو بيتكلم عن الاحتلال الإنجليزي لازم يذكر دنشواي. لما نتكلم عن مذكرات مصطفى كامل لازم دنشواي. دنشواي هي الحادثة التي أسقطت أشرس معتمد بريطاني وأول معتمد بريطاني لمصر، ما يعرف باللورد كرومر. إيه الحكاية؟ يلا نحكي الحكاية. تغني ستنا شادية وتقول: قولوا لعين الشمس ماتح ماشي، لحسن غزال البر صابح ماشي. مين غزال البر؟ إبراهيم الورداني. حكايتنا عن دنشواي هتتكلم عن مجموعة من الأشخاص. الحكاية كلنا عارفينها. مجموعة من الجنود الإنجليز أو الضباط الإنجليز بيصطادوا حمام جنب جرن. الجرن يجي فيه طلقة، الطلقة تقتل ست، الست أهلها يتجمهروا ويجروا وراهم، واحد يموت من ضربة شمس، ياخدوا منهم سلاحهم. القوات الإنجليزية تيجي وتنصب المشانق وتشنق 4 وتسجن عدد كبير بأحكام مغالى فيها وعمليات جلد أمام الأهل. يعدموا 1 ويجلدوا 2، يعدموا 1 ويجلدوا 2. كان منظر بشع وكانت مسرحية قاسية من الظلم والتجبر ولا عدل. أبطال القضية مش بس المظلومين اللي تم جلدهم وإعدامهم وسجنهم بعد ذلك، ولا الإنجليز، كان مجموعة من الخونة اللي ساعدوا القوات الإنجليزية في إتمام هذا المشهد القاسي. أولهم كان بطرس غالي باشا، هذا الخائن اللي باع مصر في أكتر من نقطة. أولها كانت اتفاقية السودان اللي سلمت السودان لقمة سائغة للإنجليز، ثم محاولة تمديد عقد قناة السويس اللي كان ينتهي سنة 68 وكان هيمدوه 50 سنة علشان يخلص سنة 2008 وما تمش، إلى أن قتل واغتيل بواسطة إبراهيم الورداني، وده بطل القصة. وفي شخص كمان اسمه الهلباوي، وده كان محامي مشهور، ودوره ما كانش الدفاع عن أبناء وطنه، كان بالعكس، كان حكايته أسوأ من كده. تم اختياره من القوات الإنجليزية ليكون المدعي العام زي وكيل النيابة دلوقتي ضد المصريين، وصاغ كلامه بطريقة أدت إلى أحكام قاسية. ناهيك عن أن الأحكام معدة مسبقا، لكن الهلباوي لعب دور هو في غنى عنه. الهلباوي كان في فترة من الفترات ما يماثل نقيب المحامين، كان يعتبر شيخ شيوخ المحاماة. كان يتحدث عنه واحد زي العقاد ان لا يشق له غبار، محامي من الطراز الاول، مش اي حد يقدر يدفع في التوقيت ده اتعابه. اي حد عايز الهلباوي الدافع يترفع عنه في قضيه ايا كانت، اقل حاجه 500 جنيه. ولو عايز تفهم يعني ايه 500 جنيه قول 500 جنيه ذهب. الانجليز دفعوا له 300 جنيه علشان يمثل الادعاء العام، وتمت الاحكام وفضلت سبه في جبين الهلباوي حتى وفاته، لدرجه ان هو راح يدافع عن الورداني اللي قتل بطرس باشا غالي عشان يكفر عن ذنبه، ولكنه لم يستطع ان يمحو هذه السبه من جبينه. وفي مؤتمر انتخابي بعد ذلك بسنين خرج يتحدث وسمع من التصفيق، ولكن في نهاية التصفيق يسقط الخائن، يسقط جلاد دنشواي. حادثة دنشواي سوقها كويس جدا مصطفى كامل في الصحف الأوروبية وخصوصا الفرنسية، ورفض الوزارة اللي عرضها عليه رئيس الوزراء البريطاني، وأسقطت كثير من الحكومات، وأسقطت الحكومات في مصر، وأسقطت كمان اللورد كرومر. نيجي بقى للعريس إبراهيم الورداني، هذا الصيدلي الذي دبر وقتل بطرس غالي رئيس وزراء مصر آنذاك، اللي كان عايز يمدد امتياز قناة السويس، واللي حكم في موقعة دنشواي وكان التخلص منه ضرورة. حكمت المحكمة بإعدامه. مفتي الديار رفض الإعدام. تم عزل المفتي والإتيان بمفتي على المقاس، وبدون ذكر أسماء دور واستمتع بالبحث في التاريخ، تم إعدام إبراهيم الورداني.
تم تحديد الميعاد بعد بكرة، لكن في اليوم الثاني يوم قبل الإعدام خرجت جموع الشعب المصري تغني وتقول: قولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن غزال البر صابح ماشي. أعدم إبراهيم الورداني ويفضل اسمه رمز من رموز البطولة والتفاني، إنسان في مجتمع ذو وظيفة مرموقة، لكن حب الوطن كان أعظم. لما سألوه: أنت عملت كده؟ قال لهم: عملت كده. لم ينكر الفعل. ترافع عنه الهلباوي ولم يستطيع أن يغير في مجرى الأحداث شيء، ولم يستطيع أن يغسل هذا الثوب الذي تدنس بدماء المصريين في دنشواي. قتل بطرس غالي، لاحقت الفضيحة الهلباوي حتى وفاته، وفضل طوب الشرف يزين ذكرى شهداء دنشواي وإبراهيم الورداني. هي دي حكايتنا عن دنشواي بالمختصر المفيد. نترحم على إبراهيم الورداني ونقول إن التاريخ ما بينساش، ونستنى حكاوي من الحكواتي عشان نعرف تاريخ بلدنا. وأشوفكم المرة الجاية.